السمك المقلي والسمك المشوي، تعالوا أنا أعمل لكم صينية سمك هتاكلوا صوابعكم وراها، سهلة وجميلة ما بتاخدش إلا 5 دقايق وريحتها يا جماعة خطيرة مش هتبطلوا تعملوها، يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة معايا أنا جبت السمك البوري بتاعي غسلته ونضفته كويس جدًا وشيلت القشر من عليه، وجبت نص كيلو من جمبري التقشير قشرته برضك وغسلته غسلة كده كويسة. وجبت معايا بطاطسايتين وقطعتها مدورين زي ما انتوا شايفينها كده، وهنجيب بقى الصينية بتاعتنا وهنحتاج معايا قرن فلفل أخضر أو قرن فلفل أحمر، ومعايا البقدونس، ومعايا كمان حبة من الزيت وملح وفلفل أسمر وكمون ورشة من بهارات السمك، وأقلب بقى البهارات مع الخضار ده كله في بعضه كده، وبعد كده أنزل كمان بالجمبري معايا وأقلب الكلام ده كله في بعضه لحد ما التتبيلة كلها تشرب من بعض. أحط معايا كمان نص كوباية من المية وأقلب برضو كده لحد ما الملح بتاعي يدوب خالص. أجيب بقى السمك بتاعي وأقوم متبلاه في علبة تتبيلة وآخد بقى من الخلطة ديت وأحشي بيه السمك بتاعي وأخلص الكمية بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين كده، وأجيب البصل برضو أقلبه معايا مع التتبيلة بتاعتي. بصوا خطيرة يا جماعة، وممكن على فكرة تستغنوا عن الجمبري خالص وتستعملوها كده برضك هتكون خطيرة معاكم، بس الجمبري بيودي الطعم في حتة تانية خالص. ونحط بقى نرصص البطاطس بتاعتنا فوقها السمك وادخله بقى الفرن بتاعي لحد ما البطاطس بتاعتي تستوي والسمك كمان هيستوي، وهشغل عليه بقى الشواية من فوق ياخد كده لون ويتحمر معايا. يا جماعة رهيبة يا جماعة خطيرة، أنا بحب الصينية دي جدا، حلوة جدًا وجميلة وما خدتش معايا إلا 5 دقايق بس. شايفين البطاطس طالعة دايبة مع الجمبري مع الخضار في حتة تانية خالص. أنا باحاول أعمل لكم سلسلة أكل كده صيفي ما تخليكيش تقفي في المطبخ كتير وسهلة واقتصادية وعلى قد العيد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.